الإمام التاسع أبو جعفر الثاني محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، جواد أهل البيت بأبي هو وأمي. الإمام لما حج روحي فداه نزل في منزل يقال له زبالة. هاي المنطقة أيضا نزل فيه جده الإمام موسى بن جعفر، وصارت تلك القضية اللي المعروفة اللي الإمام سلام الله عليه حول الرمل إلى عسل. زين. أيضا نزل فيه جده أبو عبد الله الحسين. هاي المنطقة من المنازل المعروفة في السابق، كانت في طريق مكة إلى الكوفة، وكان فيها أسواق عامرة في ذلك العصر. الإمام نزل في هذا المنزل في هذه المنطقة، رأى امرأة ضعيفة كبيرة بالعمر تبكي على بقرة. الإمام سألها عن سبب بكائها، وكما يقول الشاعر: وكم سائل عن أمره وهو عالم. يريد يشوف شنو المسألة. هو عالم الإمام بأبيه وأمه، هو عالم الإمام بأبيه. ده علم صايع يا رب. وأي على عين. قالت له: يا ابن رسول الله، أنا امرأة ضعيفة ولا أقدر على شيء، يعني عجزت كبرت، وكانت هذه البقرة كل ما أملكها، بعد ما عندي شيء. عند ذلك الرواية تقول: ركض الإمام برجله البقرة فقامت بإذن الله تبارك وتعالى. محمد وآل محمد.